الإحساس والمشاعر هذه اللي تشوفونها لها أسبابها. العراق اللي حاليا نحن نعرفه في 40 مليون في العراق أو 41 مليون، لكن في ملايين مهجرة رايحين، هاجروا وراحوا واشتغلوا وتغربوا. العراق جاه ظروف ومآسي وأحزان وفرح وسعادة، تاريخ حضارة، حروب، قتل، تشريد. فالعراقي اليوم من يجي بلاده يعرف ان انا قاعد اشوف بلادي قاعد تنهض مرة ثانية، فطبيعي كل واحد بيحس بهذا الشعور، بيحس ان انا ليش بلادي غير عن الدول الثانية؟ ليش الدول الثانية يفرحون ويستضيفون والناس يروحون لهم؟ طيب انا شو اللي ينقصني؟ والعراقي يقول ولا اليمني يقول انا حضارة يا اخي، انا تاريخ. فلا تلومونهم لما يصيحون، لما يشوفون مشاعرهم هذه، لان الناس فقدوا الارض. ترى الموضوع مش بسيط ان المواطن ترى يطلع ويروح يشتغل برا يتغرب. في ناس ترى يتعبون، في ناس يفقدون الام والابو والاخ والاخت والزوجه والاطفال، يروحون عنهم بعيد. فطبيعي اليوم لما الوطن ينهض ينفض الغبار اللي عليه، طبيعي لما يتحدون ويعني تلاقي الاحزاب والطوائف والشعب ومعلش والسني والشيعي والمسيحي والكردي، هاي كلهم مع بعض حق وشو؟ فرحتهم فرحة وطن، مبسوطين مستانسين، قاعد يأدون، يشوفون الناس فرحانين فيهم. فطبيعي اليوم يفرحون. طبيعي هذه المرأة تسمع نشيدها في أرضها اللي يمكن كانت محرومة مننا كم سنة، تتمنى اللحظة اللي تقعد فيها في المدرجات وتشوف لعيبة منتخبها الوطني. يا أخي يوم اللاعب يجي يقول لي يا أخي أنا لعبت 100 مباراة، يا أخي ما لعبت على أرضي مباراة رسمية، إيش تتوقع منه؟ أكيد بيفرحون، بيستانسون، بيصيحون، مشاعر جياشة عندهم. فاللي أنا أشوفه اليوم شيء حلو إن هذه الأرض أصلا لازم إحنا نوقف معاهم، لازم، هذا واجب. إذا تبون قومية، تبون عروبة، تبون واجب، تبون الحق، وقفوا معاهم، لا تبعدون عنهم. أنتم تبونهم اليوم في أحضانكم، احتووهم. وش اللي قاعد يطلبونه؟ يعني أنا صار لي 3 سنين 4 سنين 5 سنين أسمعهم نبي البطولة نبي البطولة. شنو البطولة؟ بطولة كرة قدم، بطولة كرة قدم، وجمعت لكم هذه الأمة كلها من قبل لا تبتدي البطولة، من قبل لا يسوون حتى هذه الملاعب الجميلة اللي قاعد نشوفها، والناس يقولون لكم تعالوا يا أخي، تعالوا نرجوكم، تعالوا نتوسل إليكم، تعالوا. بعضهم فقد الأمل فينا، وبعضهم قال لا احنا عندنا إصرار نجيب الخليجيين عندنا. نسمع الأخ محافظ البصرة أسعد العيداني يقول احنا طالبنا وزارة الداخلية ورئاسة الوزراء أن يفتحون الحدود مع أشقائنا. افتحوا الحدود، الشعوب جو، خليجيين جو بكل بساطة. هذا احنا موجودين في العراق ومستانسين وفرحانين، وشعب اللهم لك الحمد يأكلنا ويشربنا ويهدينا ويبتسم لنا ويفتح لنا البيبان والله يا جماعة الخير، احنا أرجع وأقول هذه رسالتنا احنا، هذه ما فيها مبالغة، ما في أي مبالغة في كلامنا. الناس هذول يبوننا حواليهم يا جماعة الخير. الأرض هذه لو احنا تبينا معاهم فترة بيشتغلون في البنية التحتية، بيشتغلون في الفنادق، في الجسور، في الأنفاق، بيشتغلون في البلد، لأنهم بيشوفون بلادهم قاعد تنهض، وبيشوفون الناس قاعد بيجونهم، بيصير في سياحة، في تجارة، في علم، في ثقافة. ترى هذول كانوا أصلا في الأساس هم هاي حياتهم. البصرة في السبعينات كانت تنذكر في المسلسلات وفي التاريخ بلد سياحة، بلد اقتصاد، بلد تجارة. أشياء وايد ترى احنا نمتلكها في حياتنا هي أساسها من عندهم. مهندسين، مثقفين، علماء، مهد العلماء يسمون هذه الأرض مهد العلماء. ليش احنا نبعد عنهم؟ نختلف، طبيعة الحياة في اختلاف بيني وبينك، الأخ يختلف مع أخوه، لكن ما أبعد، قد ما أقدر ما أبعد، قد ما أقدر أجر صوبي لا يجرون صوبهم. هذا احنا مجتمعين في البطولة الخليج العربي،
وهذا احنا فرحانين وهم فرحانين فينا مبسوطين، والله مبسوطين. انا اقعد معاهم للصبح، انا ما ارقد يوميا الا على اصواتهم في الكرنيش، طيط 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 واغاني واهازيج وفرح وما ادري وشو، واقوم من نومي على صوتهم. اقسم بالله العظيم ما حسيت بلحظه ازعاج. هو ازعاج حق اللي بيرقد، بس انا مش منزعج. تدرون ليش؟ اشوفهم فرحانين مكيفين. مرة أغنية قطرية ومرة أغنية سعودية ومرة إماراتية ومرة بحرينية ومرة كويتية ومرة عمانية. كل الخليج ما عندهم فرق. اليوم مباراة قطر والبحرين، من الجمهور اللي حاضر؟ كم عدد القطريين اللي حضروا أو البحرينيين؟ كم عدد مدرجات هذا الاستاد الميناء؟ 40,000 45,000 30,000 99% أو 95% عراقيين ومتوزعين. اللي يشجع قطر واللي يشجع البحرين واللي راح يشجع السعودية واللي راح يشجع الإمارات واللي يشجع قاعد يشجعون. ولا وش طلبهم؟ افتحوا لنا بس المدرجات، ما لكم خاص، احنا بنروح نشجع الناس. ما قالوا منتخبنا العراقي وبس، قالوا لا شجع الكل. فاتحين ابوابهم، فاتحين بيوتهم. ما ادري شو اوصف لكم الوضع. واحد اليوم جاب لي هالهديه، بالنسبه لي انا او لغيره ممكن تكون هديه عاديه، لكن هي هديه ثمينه من عنده. مصباح وخاتم وهديه تذكاريه وكل هديه من ميسان لها رمز ولها معنويه ولها كفاح. المراه العراقيه مكافحه، الرجل العراقي مكافح. جماعه هاي ما فيها لعبه، هذه دوله فيها حضارات، مش حضاره واحده 7000 سنه عمرها. لا نبعد عن العراق، لا نبعد عن العراق أبدا، لا نبعد عن العراق، بل إحنا لازم نروح للعراق. إحنا اللي نوقف معاهم، إحنا اللي نساعدهم، وهذا اللي واجب أصلا، هذا الصح. سامحوني أنا أوقات يمكن يعني أعبر عن شيء لأني أنا مفتقده في هالناس. فاليوم أنا لما أشوفهم فرحانين فينا ومستانسين، يا أخي طبيعي إني بقول تعالوا، وطبيعي بقول لكم لازم نتمسك فيهم، لأن هم متمسكين فينا. ترى هم متمسكين فينا على مدار التاريخ، ترى هم ما تخلوا عنا. هي فترة فتور خلافات صح، لكن هم جزء منك، هم جزء منك وإحنا جزء منهم، إحنا كالجسد الواحد. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما، سالما منعما وغانما مكرما. هل أراك
في علاك تبلغ السماك تبلغ السماك موطني 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 الشباب لن يكل همه أن يستقل أو يبيد نستقي من الردى ولن نكون للعدا كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا ذلنا المؤبدا وعيشنا المنكدا لا نريد بل نعيد مجدنا التالي مجدنا التالي موطني مجدنا وعهدنا واجب من الوفاء يهزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في علاك طاهرا